خطأ بسيط كيديروه بزاف ديال الناس ملي كيبغيو يتيروا فلوسهم من الكيشي، ويقدر يفتح عليهم باب كبير ديال النصب والاحتيال. بزاف ديال الناس عندهم واحد العاده اللي خايبه، هي ملي كيسحبوا الفلوس من الكيشي اولا كيديروا كشف على الرصيد كيطلبوا واحد الوصل ورقي. هاد الورقه اللي كتبان لك تافهه راه ممكن انها تولي مفتاح في اليدين ديال النصابه باش يوصلوا المعلومات ديالك. واش عارفين علاش هاد المعلومات ولا هاد الوصل هذا خطير جدا؟ حيتاش كتوري لهم الارقام الاخيره اللي كاينه في البطاقه البنكيه ديالك، كذلك الرصيد اللي عندك في البنك. وبهذه المعلومه البسيطه يقدر النصاب يتصل بك ويقول لك اسيدي واش انت صاحب لاكارت اللي كتسالي بقدو القد، راني موظف في البنكه. وبهذه الطريقه كيبان كلامه معقول ومقنع الى حد ما، ويقدر يجرك باش تعطيه رموز التحقق او لا توافق على شي عمليه وهميه الى غير ذلك. هذا الوصل هذا اللي كيشدوه الناس وكيلوحوه في الزبله، ولا بعض المرات كتلقى حدا الكيشي عامر بدوك الوريقات الصغار اللي فيهم معلومات ديال الناس، راها معروضه للغادي واللي جاي. شنو خاصك دير باش تحمي راسك؟ ديما استعمل تطبيقات لي زابليكاسيون ديال البنك باش انك تشوف الرصيد ديالك وبلا ما تطلب داك الوصل الصغير. حتى الا كنتي مضطر انك تطلب هذا الوصل هذا، خليه عندك في شي بلاصه امنه، او لا قطعوه مزيان او لا حرقوه الى غير ذلك. حاجه اخرى هي انك ترد البال ملي كتستعمل الكيشي، غطي الكود مزيان باش ما يشوفوش الناس اللي حداك وشي واحد يكون واقف حداك. هاد التفاصيل الصغيره غادي تجنبك النصب والاحتيال اللي كيستعملوها النصابه مؤخرا. سو ما تطلبش هذا الوصل الا للضروره، وحتى الا خديتيه قطعوه او لا حرقوه، مهم تخلص منه بطريقه او باخرى حيت فيه معلومات حساسه جدا.